بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة جريد 4، تعالوا مع بعض النهارده نحل weekly assessment week 5. هنبتدي يا ولاد بموديل A. question number 1 بيقول لي choose the correct answer. question number 1 بيقول لي the 27 and 300. هو كاتب لي النمبر يا ولاد وورد، هو طالب منك انك تكتب الستاندرد فورم بتاعه. تمام، احنا اتفقنا مع بعض طالما عندي كلمة and يبقى دي ايه؟ دي البوينت بتاعتي. تمام كده؟ اللي قبل البوينت ده الهول نمبر، فكاتب لي 27 فانا هكتب 27.300. تمام، يعني 3 دي مكانها فين؟ مكانها في الهندردز. طيب اول نمبر بعد البوينت هو التنس، طب هل موجود؟ لا، absent. اي نمبر absent اكتب مكانه ايه؟ 0. وبعدين هكتب نمبر 3، يبقى النمبر يتكتب كده 27 and 300. اللي هو انهي بقى لتر؟ هنختار لتر سي. تعالى معايا في question number 2. جايب لي النمبر معمول له expanded form. expanded form يعني جايبه كل الفاليو بتاع each number. تمام، انا عندي 41 يعني دي تنس ودي ايه؟ وانس يا ولاد، يبقى 41. وبعدين ادي الديسيمال نمبر، خلاص ادي البوينت بتاعتي. اول نمبر بعد البوينت هو ال5. بعد كده مين يا شباب؟ ال3، يبقى 41 and 53 hundreds. اللي هو انهي اختيار؟ ها، لتر اي. برافو عليك. تعالى معايا في question number 2. السكند بيقول لي write the fraction 35 over 100 in decimal form. تمام، احنا اتفقنا مع بعض طالما الديمينيتور فيه 2 zeros يبقى لازم فوق في النيميريتور يبقى عندي 2 digit برضه. طالما عندي 2 digit فوق تمام كده، وما عنديش هول نمبر. بصوا يا ولاد، هل انا عندي هول نمبر هنا؟ ما عنديش. طالما ما عنديش هول نمبر بكتب 0 وبدل ال 100 بكتب بوينت وبعد كده 35. question number 2 بيقول لي what is the value of 8 في النمبر 2 and 38 hundreds. عايزين نعرف الفاليو في نمبر 8. طيب بص بقى، انا اتفقت معاك اي نمبر غير ال8 هكتب مكانه 0، فانا هكتب 0.08. ادي الفاليو بتاعتي 0.08. بيقول لي write the mixed number as decimal number. فاكرين هنا يا ولاد لما ما كانش عندي هول نمبر كتبت مكانه ايه؟ 0. طب الهول نمبر عندي كام هنا؟ 5، فانا هكتب 5 وبدل ال10 هكتب بوينت وبعدين هكتب ايه؟ 9. وطالما عندي 1 0 تحت يبقى 1 ديجيت فوق. تمام كده، تعالى معايا نشتغل موديل بي. question number 1 choose the correct answer. بيقول لي number 1 3 and 2700. اتفقنا مع بعض and يميس بوينت، قبل الاند في ايه؟ 3، يبقى 3 and 2700. عندي ال7 تاني ديجيت بعد الديسيمال بارت، بعد الديسيمال بوينت. تمام كده، يبقى الرقم عندي مظبوط ومفيش اي حاجه ابسنت خالص. تمام، فانا هختار لتر دي، يبقى 3 and 27 hundreds. question number 2 برضه عامل لي expanded form للنمبر وطالب الستاندرد فورم بتاعي. ادي التنس وادي الوانس وادي التنسز والهندردز. تمام، انا هكتب ال1 وادي ال4، يبقى كده 14 بوينت. بعد البوينت في كام؟ 3 وبعد كده في كام؟ 5، يبقى 14 and 35 hundreds. انهي لتر يا ولاد؟ لتر بي اللي تحتيها على طول اهي. عندي في السكند question number 1 write the fraction 61 over 100 in decimal form.
عندي 2 zeros، عندي 2 digit، فمش محتاجة إن أنا أزود 0. طيب أشوف هل عندي whole number؟ ما عنديش، أكتب مكان الwhole number إيه؟ 0. مكان ال100 point بعد كده أكتب 61. What is the value of 4 في النمبر ده؟ اتفقت معاك عشان أجيب الفاليو في نمبر 4 أي رقم غير الفور هكتب مكانه 0 أهو 0.04. 0.04. طيب عايز نكتب الميكسد نمبر ده يا ولاد ديسيمال نمبر. الهون نمبر كام؟ 6. طيب مكان التاني احط بوينت اتاكد عندي 1 0 1 ديجيت، خلاص اكتب ال1 عادي. تعالى معايا في موديل سي. question number 1 choose the correct answer. number 1 2 and 73 hundredths. اتفقت معاك كلمة and point قبل البوينت 2 بعد البوينت 73. طب كده هختار لتر B. question number 2 طالب مني اعمل expanded form. سوري، هو عامل expanded form، عايز الستاندرد فورم، عايزني اجمع النمبر ده. طيب ادي tens وادي ones tenses وhundreds، تمام. يبقى 47 هقرا الونس والتنس ازاي؟ 47.35 hundredths. انهي لتر يا ولاد؟ لتر سي. تعالى معايا في السكند question number 1 write the fraction decimal form. اتاكد عندي كام زيروز تحت؟ 2. عندي كام ديجيت؟ 2، فمش محتاجه ازود زيرو. طب عندي هون نمبر؟ لا ما عنديش، يبقى 0.78. عايزه الفاليو اوف نمبر 3 في الرقم ده. اي نمبر غير ال 3 هكتب مكانه 0. 0.03. 0.03. الفراكشن اللي عندي ده نوعه ميكسد، عايزه احوله لديسيمال نمبر. الهون نمبر كام؟ 2. مكان التن كام؟ بوينت 1 ديجيت 1 0 1 ديجيت، اكتب ال7 عادي. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا ويك 5. اشوفك على خير ان شاء الله باذن الله في ويك 6.